زوجتي ربة بيت رائعة، أم مثالية تهتم بأولادها وببيتها، لكنها نسيت أنها زوجة. تأتي هذه الشكوى غالبا بعد 10 إلى 15 عاما من الزواج، وتمر بكثير من الأسر. فإياك أن تتسرع وتحكم على زوجتك بأنها لم تعد تستطيع أن تعود إلى شخصية الزوجة، أو تظن بأن الزواج مرة أخرى هو العلاج لهذه المشكلة، أو تقرر إنهاء هذا الميثاق الغليظ والعلاقة التي بدأت لتكون أبدية بإذن الله تعالى، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هذا عرض من أعراض ما يسمى أزمة منتصف العمر، فقد تجدها تطيل النظر في المرآة لتراقب تغير شكلها. زد أنت في إغداق الثناء على جمالها لتستمر هي في الثقة في نفسها، أو أن تجدها تكثر من تذكر تقدم عمرها. قل لها: لا تزالين شبابا، الشباب شباب الروح، لا تزالين تحتفظين بجاذبيتك. أو تجد أن لها رغبة في العناية بشكلها أو إنقاص وزنها، شجعها على ذلك دون أن يترتب عليه أثر سلبي على صحتها. عاملها بود، تحمل تقلباتها المزاجية والسلوكية، ولا تراقبها في كل تصرفاتها لتنتقدها. امنحها حق التعبير عن كل أحاسيسها، ولا تحرص أن ترد على كل صغيرة وكبيرة. اذهب معها في نزهات مناسبة دون إرهاق لميزانية الأسرة، واعلم بأن زوجتك تعرضت لهذه الأزمة، فإذا أنت قد تتعرض لمثلها، فاستعد لذلك. وتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ولدي مزعج، كثير الأسئلة، عنيد، كثير المشاكل مع إخوانه،